بسبب اعتراضنا على سياساتهم الهمجية بحقنا إرادة شعب ومصادرة إرادة شعبنا الإيزيدي واستغلال معاناته لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية، ناسين بما مر علينا من قتل وهتك للأعراض. بين الأسباب التي دفعنا إلى اتخاذ هذا القرار هي كثيرة نختصرها: الإقصاء الممنهج للضباط والمراتب الإيزيديين في عام 2014 وبعد اجتياح عصابات داعش الإرهابية لمناطقنا تشكلت قوة إيزيدية من أبناء سنجار قوامهم 8000 منتسب، بينهم أكثر من 300 ضابط برتب مختلفة بهدف عن مناطقنا. رغم تشكيل هذه القوة لم يتم منح أي من هؤلاء الضباط أوامر إدارية رسمية مما حرمهم من حقوقهم القانونية والعسكرية، وتم التعامل معهم كمقاتلين دون اعتراف رسمي والتلاعب بالرتب العسكرية وسلب الحقوق. وفي عام 2016 صدر قرار من مجلس وزراء أقليم كردستان موقعا من رئيس الأقليم شخصيا حدد بموجبه الرتب العسكرية، وتم منح عدد من الضباط الإيزيديين رتبا رسميا، بينهم كنا 14 آمرا للفوج برتبة عقيد وفق الأمر الإداري الصادر المذكور في عام 2021. وبشكل مفاجئ تم إقصاء الضباط الإيزيديين حصرا من القرار المذكور وإلغاء رتبهم العسكرية، بينما تم ترقية ضباط آخرين من غير المكون في قرار مجحف صدر عن هيئة أركان البيشمركة دون سابق إنذار ودون أي مبرر قانوني أو عسكري. الإقصاء الجماعي جاء في عام 2025 والتهميش المستمر في العام 2025. تم تشكيل فرق عسكرية جديدة، وكان من المتوقع أن يتم إدراج أبناء المكون الإيزيدي في مناصب ومواقع عسكرية، وإننا أكثر المكونات تعرضت للإبادة الجماعية على يد تنظيم داعش الإرهابي. إلا أن القرار العسكري الأخير جاء ليقصي أكثر من 12 آمر فوج يزيدي و18 آمرا للسرية وأكثر من 1200 مقاتل من البيشمركة دون أي حقوق تذكر، مما يؤكد استمرار سياسة التهميش والتمييز ضد أبناء هذا المكون اليزيدي، وذلك باستبدال ضباط من غير المكون بدلا من أبناء الديانة الإيزيدية. السيطرة على القرار الإيزيدي واستخدام أصواتنا في الانتخابات منذ سنوات وكأنهم ورقة انتخابية تابعة له، ويمارسون ضغوطا مباشرة وغير مباشرة على جنودنا وعوائلهم وعلى الناخبين في المخيمات وخارجها عبر التهديد بقطع المساعدات أو الخدمات أو الرواتب. استغلال المأساة اليزيدية في المحافل الدولية مستغلين مآسي الإبادة الجماعية. الصراع السياسي على مناطقنا التاريخية وإهمال الإعمار وجعل شنغال الضحية بين المركز والأقليم. فرضوا صراعا سياسيا على مناطقنا التاريخية في سنجار، جعل من سنجار ومحيطها منطقة متنازع عليها، وانعدام التنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد لإيجاد حلول طويلة الأمد. مطالبنا الانضمام إلى القوات المسلحة العراقية الرسمية، ونخصها وزارة الدفاع العراقية. نطالب بانضمام اللواء المذكور إلى صفوف القوات الأمنية الرسمية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة العراقية، لنكون جزءا من مؤسسة عسكرية وطنية تحمي مناطقنا وشعبنا بعيدا عن أي جندات حزبية. رفع سطوة الحزب عن القرار الإيزيدي. نؤكد على ضرورة تحرير القرار الإيزيدي من سيطرة الأحزاب وتمكين الإيزيديين من اختيار ممثليهم بحرية دون ضغوط ضمان حقوق الإيزيدية في مناطقهم التاريخية. نطالب الحكومة المركزية بتوفير الخدمات الأساسية والإسراع في إعادة الإعمار وإعادة سنجار وما يتبعها إلى اللحمة العراقية، وتفويض الحكومة الشرعية في المركز لإعادة بناء مناطقنا، إعادة النازحين إلى مناطقهم. يجب وضع حد للمعاناة النازحين في المخيمات
وضمان عودتهم الكريمة إلى منازلهم. عليه وعلى ما تقدم تشكلت هذه القوة قيادة قوات صقور شنقال المنشق عن قيادة لواء شنقال أو قيادة قوات دهوك. البالغ عددنا 12 آمر للفوج وأمراء آمري للسرايا و1200 منتسب منهم الذين التحقوا وغادروا الأقليم باتجاه العراق، أكثر من 530 مقاتل في معسكر تلكيف. نتوجه بالشكر والتقدير إلى الشخصيات الوطنية التي دعمت قضيتنا، ونؤكد التزامنا بالدفاع عن العراق وشعبه، وسنظل أوفياء لوطننا ساعين إلى تحقيق العدالة لأبناء المكون الإيزيدي ضمن دولة عراقية قوية تحمي جميع المكونات. ولا ننسى أن أحذر كل من يسول نفسه المساس بعوائلنا أو منتسبين جراء هذا القرار التاريخي بالنسبة لنا. عاش العراق، عاش شعبه الأبي، والمجد والكرامة للإيزيديين الأحرار. أتمنى من السيد رئيس الوزراء دولة محمد شياع السوداني أن لا يجامل الحزب على حساب قضيتنا. كذلك أناشد المرجعية أن يقف معنا في هذه المأساة، ونسخة منها من البيان إلى المرجعية الرشيدة في نجف الأشرف، ونسخة إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى وفخامة رئيس الجمهورية والسيد رئيس المحكمة الاتحادية. شكرا لكم جميعا. سيادة العميد، في حال ترك مناطق لا الله على قولتك.